يلا الشباب مرحبا. اليوم ندخلوا في فيديو طول مانيش باش نطولوا في الانترو برشا خاطر شي عندي كارميت باش نمشي له تويك 29 دقيقة وانا لازمني نمشي معناتها نحضر غاديك زون 10 ونص باش نكون معناتها متواجد غاديك. باهي بالمختصر الفيديو اليوم باش نحكيو على الفير فاليو جاب. شنو هما الفير فاليو جابس، كيفاش نجمو نستعملهم في المارشي، شنو هما لي زانديكاسيون نعطيوهم لنا، شنو الفرق بين معناتها لي تيب نتاع الفير فاليو جابس الكل، وظهري هذاك هو باش نحكيو عليهم بصفة عامة كيفاش تنجم تستعملهم باش we're going to put some pieces together معناتها باش نفسروا معناتها البريك اوف ستراكشر علاش صارت اللي هي صار خاطر شي فير فاليو جابس. فير فاليو جاب هي تور تاع ريتريسمنت. باهي ما ندخلوش في الديتاي تاعك، خلينا نبداو بالطرف خاطر شي عندي منهجيه معينه لازم نمشي بها ولازم الفيديو نكملوا فيصل خاطر لازم نخط على الكارمي. نبداو نحطوا عنوان الحصه فير فاليو جاب كبرها لنا مليح حطها لهنا. اشنو هي فير فاليو جاب يا سيدي؟ هي تول تنجم تستعملها وتسمى باهيه برشا، على هذاك يلزمك تزيدها في الاستراتيجيه نتاعك كانسان مبتدئ وحاب يبدا في التريدينغ. واليوم ان شاء الله باش نعطيك كل شيء لازم تعرفوا على الفير فاليو جاب. اول حاجه نبداو بها هي نعرفوا شنو هي الفير فاليو جاب بالضبط. هي عباره على liquidity void. definition fair value gap هي liquidity void. كما فسرنا liquidity قبل، عكس liquidity عندنا fair value gap اللي هي تسمى liquidity void ولا imbalances في الماركت، عدم توازن في المارشي. imbalances في الماركت. اوكي من الاخر بلاصه في المارشي وين ما ثماش orders they waiting to be filled. نعبروا عليها بلغتنا احنا العاميه تفحيجه في المارشي باش تزيد تفهمني. المارشي يفحش غاديك يكون يمشي يولي فح رجلين. بالنسبه لمنظرها معناتها التشكيله نتاعها كيفاش تكون بالضبط، تكون لك على 3 شمعات، شمعه 2 و3. الشمعات هذوما يكونوا عندهم ويك، عندك ويك لهنا، عندك ويك لهنا 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 واخيرا لهنا رجلين. الفويد بين الويك نتاع الشمعه الثالثه والويك نتاع الشمعه الاولى اللي هو الهاي نتاع الشمعه الاولى واللو نتاع الشمعه الثالثه، خاطرش نفترضوا اللي الشمعات هذوما الكل مخضور عنا، يتسمى هذا يتسمى فير فاليو جاب. واضحين؟ نرجعوا لهنا ونجيب لكم تصويره باش تفهموني اكثر، خاطرش انا بالي باش نرسم مش باش تكون واضحه بما فيه الكفايه. على هذاك نجيب لكم تصويره. ايوه هذايا فاش كنت نحكي، هذايا هي الفير فاليو جاب. عندك زوز انواع نتاع فير فاليو جابس، عندك البولش فير فاليو جاب اللي تلقاها في اب ترند ولا في بولش ترند، وعندك البيرش فير فاليو جاب اللي تلقاها في داون ترند ولا هذاك هو في داون ترند. وهي من الاخر الفراغ بين الويك نتاع الشمعه الاولى والويك نتاع الشمعه الاخرانيه والويك نتاع الشمعه هذيا والويك نتاع الشمعه الاخرانيه مرقلين. نخليو هذه لهنا ونمشي نوريكم اكزامبل نتاع فير فاليو جاب فاليد ونتاع فير فاليو جاب نون فاليد. وقتاش نقولوا لهنا عندنا فير فاليو جاب وقتاش نقول لهنا ما عندناش فير فاليو جاب. هي عندك اكزامبل، عندك 2 وعندك عندك زاد 3 لهنا، عندك 3 اكزامبل لهنا باهي. هذوما ديز اكزامبل نتاع دو اكزامبل اوف هنا ميسالش هاكما فوق وزوز فوق بعضهم. اوكي عندك شوفوا الحاله الاولى نتاعنا. الحاله الاولى عندنا 3 شمعات احمر. بعد هذه من هنا عندنا 3 شمعات احمر، 1 2 3. نلاحظ بين الشمعه الويك نتاع الشمعه هذيا والويك نتاع الشمعه الثالثه في الموفمون ثم بلاصه فارغه، بلاصه ما مساش المارشي، بلاصه فحش عليها مارشي، تحدى يحرث المارشي لهنا. هذيك فير فاليو جاب في الداون ترند ولا بيرش فير فاليو جاب. لهنا عندنا شمعه حمراء وشمعه خضراء وشمعه خضراء. بعد لحظه الويك هذايا تلاحظ اللي فير فاليو جاب ما تتكونش جوست بشمعه خضراء شمعه خضراء شمعه خضراء، لازم تكون شمعه حمراء بعدك خضراء بعدك خضراء. الفائده اللي يهمنا هو الديستانس بين الويك نتاع الشمعه الاولانيه والويك نتاع الشمعه الاخرانيه. في الحاله نتاع الاب ترند نركزوا على الهاي نتاع الشمعه الاولانيه واللو نتاع الشمعه الاخرانيه. في الداون ترند نركزوا على اللو نتاع الشمعه الاولانيه وعلى الهاي نتاع الشمعه الاخرانيه. البلاصه هذه الفارغه الكل نسميها زاد فير فاليو جاب. كيف لهنا عندنا نفس الحاله، عندنا شمعه 2 3. البلاصه هذه الكل فارغه اسمها فير فاليو جاب. رجلين كيف هاول هنا زاد عندنا شمعه 2 3. البلاصه هذه كلها اسمها فير فاليو جاب. هاك هريتو مع خضراء حمراء خضراء، ما يهمش الالوان نتاع الشموع، اللي يهم هو الترند اللي ماشي فيه الشمعه هذيك. تمولي نفسركم بعديك عليه. لهنا عندنا كيف حمراء 3 احمر من الويك نتاع الشمعه الاولى، من اللو نتاع الشمعه الاولى للهاي نتاع الشمعه الثالثه عندنا فير فاليو جاب. كيف لهنا وعندنا فير فاليو جاب. استنى الساعه عندنا لهنا من الويك الهاي نتاع الشمعه الاولى لللو نتاع الشمعه الاخرى عندنا فير فاليو جاب. واضحين كيف لهنا عندنا من هنا لهنا هذيك تسمى فير فاليو جاب. يعني الحاله اللي نقولوا ما عندناش فيها فير فاليو جاب مثلا حمراء كان تلاحظ بين الويك نتاع الشمعه هذيا والويك نتاع الشمعه هذيا، بين اللو نتاع الشمعه الحمراء لهنا وبين الهاي نتاع الشمعه لهنا، كان نحطوا خط من هنا لهنا ما ثماش معناتها فراغ كما فما فراغ بين لحظه ترى مثلا عملها لون اخر حط صفرة. شوفوا لهنا ما ثماش فراغ، بينما من الويك نتاع الشمعه هذه للويك نتاع الشمعه هذه ثم فراغ. قلتوا الفرق الاولاد درتوا فاش نحكي. هذه بتسميش فير فاليو جاب، هذه تسمى فير فاليو جاب. لهنا مثلا لهنا ما عندناش فير فاليو جاب خاطرش الويك نتاع
الشمعه هذه وظل كيفاش كيف لهنا ما عندناش فير فاليو جاب، من هنا لهنا مريقلين ما ثماش فير فاليو جاب خاطرش المارشي وصل للبلاصه هذيك. هنا عندنا فير فاليو جاب. باهي نصور بارتي هذه واضحه، نتعداو البارتي اللي بعد. باش قلنا عندنا لهنا هذيا بولش فير فاليو جاب وهذيا بيرش فير فاليو جاب. البولش فير فاليو جاب تعطينا بولش امبالانس، هذايا اسمه بولش امبالانس، وهذايا البيرش فير فاليو جاب تعطينا بيرش امبالانس. واضحين؟ سهله مهله، سهله تسهل، ماشي صعيبه جمله. وقتاش نقولوا مثلا هنا ما عندناش فير فاليو جاب؟ وقت اللي الخط ولا الويك نتاع الشمعه هذيا يهبط حتىكش لهنا، معناتها ما يتسكرش لفوق، تسكر حتىكش لهنا. نقولوا احنا نسكر لهنا وقت اللي عندنا فير فاليو جاب، ولا هذايا يوصل لهنا وهذا يوصل لهنا، معناتها يتلقاو في الوسط، واحد لهنا والاخر لهنا، ما عندناش في الفاليو جاب. علاش نسميوها امبالانس؟ خاطرش باش نتحصلوا على بالانسد برايس اكشن لازمنا نشوفوا البايرز والسيلرز ولا العباد اللي تشري والعباد اللي تبيع قاعدين يعملوا في اكسيون في المارشي مريقلين. خاطرش لهنا مثلا في البولش في الفاليو جابس لازمنا لحظه نقيد لك هذه، لازمنا نشوفوا البايرز والسيلرز ياخذوا في اكشنز في المارشي. واضحين؟ كي يبدا لهنا عندنا بولش امبالانس، شنو نفهموا منه؟ معناتها الباير العباد اللي تحب تشري اكثر من السيلرز العباد اللي تحب تبيع. زيد اس لهنا بايرز والسيلر. واضحين؟ ينجروا عنه بولش امبالانس، معناتها حاجه العباد يحبوا يشريوها والعباد اللي يحبوا يبيعوها ما ثماش، ثم ديريكتومون باش يطلع للستماء. لهنا عندنا السيلرز اكثر من البايرز واللي ينجر عنه بيرش امبالانس. واضحين؟ به كيفاش نجموا نستعملوا في الفاليو جاب نتاعنا؟ كان تلاحظوا الترندز نتاعنا يتحركوا بالطريقه هذه كما فسرت في الحلقه نتاع تريندز، اللي معناتها المارشي يتحرك بالطريقه الاتيه هكا 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 هكا. هو المارشي ماشي في الفوق، لكن كنت تلاحظ اللي المارشي معناتها مش يمشي الفوق ديريكتومون، مش يمشي فرد خط كيما هكايا مثلا، ما يمشيش طول هكا، يمشي وبعدك يرخ وبعدك يمشي وبعدك يرخ. الرخه هذيك شنية؟ اغلبيه الوقت باش نقولش 90% بالوقت تلقى لهنا عندنا في الفاليو جاب لهنا، وهي اللي معناتها نقولوا احنا تجبد المارشي باش يعمل البالانس نتاعو، معناتها باش ينحي الامبالانس ولا عدم التوازن الموجود في المارشي باش من بعد يكمل في الاتجاه نتاعو. بهذا شنو نستنتجوا منه؟ الفير فاليو جاب هي طول نتاع ريتريسمنت، المارشي يرجع لها باش يعمل ريتريسمنت. الحركه هذه اللي يرجع بها المارشي هكا وهكا وهكا هذيك اسمها ريتريسمنت. على هذاك فير فاليو جاب نسميوها تول اوف ريتريسمنت. كيفاش نجبوا نستعملوها ولا شنو هي الانديكاسيون تعطيها لنا؟ تعطينا الانديكاسيون مثلا انا ريت لهنا تويك التريد مازال ماشي وريت فورماسيون نتاع فير فاليو جاب لهنا، معناتها ديريكتومون انا نتوقع في المستقبل المارشي امكانيه كبيره انه يرجع في البلاصه هذيك باش يعمل ريتريسمنت. كيفاش نجموا نستغلوا احنا الحكايه هذيك؟ مثلا احنا عارفين الترند مازال مكمل في الهاير هايز والهاير لوز ومازال ماشي معناتها بولش، معناتها مازال ماشي في اب ترند. ديريكتومون انت باش تريدي حسب معناتها الترند ماشي فين جهه، معناتها الترند راهو صديقك، معناتها هو ماشي هكاكا اب، انت يلزمك قولوا احنا تاخذ باي اوردر لهنا. وين باش تعملها باي اوردر؟ ريت فورماسيون نتاع فير فاليو جاب لهنا، قولوا احنا مثلا تنحط فير فاليو جاب فورمات لهنا هاي في البلاصه الفلانيه. المارشي شنو باش يعمل؟ هايبوثيتيكلي سبيك كالعاده مش ديما يرجع لها فير فاليو جاب، تنفسر لكم علاش مش ديما يرجع لها. باش يرجع هكا يصير المارشي يرجع لهنا، انت شنو تعمل كتريدر؟ تجيب الباي اوردر نتاعك وتدخل في الترند، خاطرش يعرف انت المارشي باش يكمل في الجهه هذيك، اما تحب تدخل في احسن بلاصه. معناتها كان دخلت لهنا باز الستوب لوس نتاعك كي تويل جيت تيكن اب لهنا باش تقعد في الريسك، كان ماكش باش تعمل مربوع بما فيه الكفايه. كيف لهنا، اما انت تحب تدخل في احسن بلاصه احسن انتري اللي هي في البلاصه هذه مريقلين. الحاجه اللي نفهموها من الريتريسمنت كيف يصير هو انه البرايس يحب يعمل كونتينيويشن. انا قاعد نضيفك في فوكابولير تبعي، معناتها البرايس كيفاش يعمل بالضبط؟ يشوف فير فاليو جاب يرجع لها يعمل ريتريسمنت باش يكمل يعمل كونتينيويشن معناتها يكمل في الترند نتاعو ولا في الاتجاه نتاعو. واضحين؟ وقت لكم يرجع لها خاطرش مش في السير باش يرجع لها مريقلين. الحاجه الوحيده اللي نحبك تشدها في مخك في اللحظه هذه هو كن احنا معناتها في اب ترند رانا نلوجوا على بولش في الفاليو جابس، كنا في داون ترند رانا مركزين مع البيرش في الفاليو جابس مريقلين. هاي الرياكسيون تاع البرايس كيف تبدا ثم في الفاليو جاب. نبداو بهذه الساعه. لهنا شنو نلاحظوا عندنا؟ نلاحظوا عندنا في الفاليو جاب، تلاحظوا كيفاش المارشي رياكت على في الفاليو جاب هذيك، عاود رجع معناتها عبى في الفاليو جاب هذيك وكمل في نفس الدايركشن. على ذاك العباد استعملها كانتري. قالوا احنا كيف فما في الفاليو جاب العباد تعرف اللي البرايس باش يولي تويل ريتريس تو ذات بليس، وقت اللي يعمل ريتريسمنت وتصير عنه رياكسيون. ركز لي في كلمه رياكسيون. ندخلوا في تريد، مثلا دخلنا في باي تريد لهنا تاك البرايس طلع للسماء لهنا كيف هكا فما فير فاليو جاب لهنا رجلين. البرايس شنو نعمل؟ الديبت انتو ذات فير فاليو جاب وكمل في الدايركشن نتاعو. اما باش تقول لي له اي تي هو رجع لهنا في النقطه المعينه لهنا ولهنا رجع عطيكش لهنا، انا وين نعرف اني احسن بلاصه ندخل فيه؟ نقول لك هذيك تنفسرها لك وقت اللي باش نحكيو على الاكوليبريم رجلين. لهنا في البيرش ترند عندنا اكزامبل نتاع بيرش فير فاليو جاب كيف البرايس عمل هكا رجع لها وبعدين كمل في الدايركشن هذيك.
مريقلين سهله مش صعيبه برشا الولاد، تعقدوهاش كالعاده. اذا كان ماكش فاهم حاجه ماكش فاهمني فاش قاعد نحكي تنجم تعاود الفيديو تنجم ترجع بالتوالي، ما ثم حتى مشكل في انك معناتها you put more work into the process ولا into the thing that you are doing. مريقلين باهي عندنا قواعد لهنا لازمنا نتبعوها. اول قاعده هي هذيا كتبهم خاطرش محضرهم في الايفون، نعملوا في كوبي بيست من الايفون الواحد خاطرش ما عنديش برشا وقت باش نقعد نكتب فيهم. انك اول قاعده انك ما تستعملش في الفاليو جاب ديجا تمثل حتى كان البرايس جاست ديبت انتو ات وي ستيل كونسيدر معناتها في الفاليو جاب ميتيجيتد. والله صعيب فوكابولير انا لحظه نفسر. اما احنا لوجوا على احسن كاليتي تاع في الفاليو جاب مش بالضروره البرايس ما يرجع. فرجوا كيفاش تكتب في النص معناتها حتى الديتاي نتاع ديتاي باش انا واحد من الناس ما ناخوهاش. شنو حبيت تكتب تاع في مش بالضروره البرايس ما يرجع لها. اما انا واحد من الناس اما احنا نلوجوا على احسن كاليتي تاع في الفاليو جاب. باهي مش بالضروره البرايس بناحيه هذه البارتي الثانيه ناحيه. باهي ركز لي في هذه انك ما تستعملش في الفاليو جاب ديجا تمست حتى كان البرايس جاست ديبت انتو ات وي ستيل كونسيدر ات از ميتيجيت. عندك شمعه 2 و3 الويك نتاع هذه والويك نتاع هذه. هنا عندنا فير فاليو جاب نركبوا الفير فاليو جاب نتاعنا الويك نتاع هذه لهنا. البرايس نقولوا احنا في الحاله هذه اش معناتها في الفاليو جاب ميتيجيت معناتها البرايس عملها هكا تاك 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 وبعديك رجع مس حتى في الطرطوشه نتاعها مس حتى طرفك وبعديك رجع. وي دونت كونسيدر ات از ا فاليو جاب انيمور. انا واحد من الناس ما ناخذهاش ما نتريديش بيه. اي دونت تيك ات انيمور. رجلين هذه اول حاجه. هذيك شنو هي الميتيجيتد فير فاليو. ثاني حاجه ديما تارجت الفير فاليو جابس البولش اللي في الديسكاونت والبيرش اللي في البريميوم. الحق هذه تويك ما نجمش نفسر لكم خاطر كنت بعمل باش نفسر الفير فاليو جابس والاكوليبريمز مع بعضهم لكن ما عنديش وقت كافي تو نفسر لكم في حلقه اخرى. اما حطها في بالك هذه جوست حطها قدامك فيما يخص الفير فاليو جابس والملاحظات اللي لازم تحطهم على الفير فاليو جابس. الفير فاليو جابس البولش ديما تارجتهم في الديسكاونت والبيرش ديما خذهم في البريميوم. معناتها تاخذ اكسيون منهم هما كان كي البرايس يخلط للديسكاونت في البولش فير فاليو جاب وكان كي يخلط البريميوم في البيرش فير فاليو جاب. هذاك اللي كنا نحكي لكم عليه قبيله معناتها علاش البرايس خلط البلاصه هذيا وعمل رياكسيون وش بيه ما كملش الاخر وعمل رياكسيون. فهمت كيفاش؟ هذيك تنفسر لكم بعدين. برجلين ثالث حاجه عندنا استعمل الفير فاليو جابس على كل التايم فريمز. ايش تقصد بها هذه اللو؟ نفترضوا انت ريد فير فاليو جاب في 4 اورز ولا نشوفه في الديلي. ريد فير فاليو جاب في الديلي ريد فير فاليو جاب لهنا لحظه ترى كيما لهنا مثلا هاي عندنا فير فاليو جاب في الديلي تايم فريم. انت تتوقع ان البرايس باش it will go down to that fair value gap ولا it will dip into that fair value gap. لكن الاريا اللي انت تتوقع فيها شوف مكبرها في الديلي معناتها كبيره برشا الاريا اللي باش يرجع فيها البرايس. ما تعرفش منين معناتها لا اله الا الله اشني باش يصير بالضبط معناتها وين باش ترجع بالضبط الوحده نتاع الويك نتاع ما تعرفش وين بتكسكيوتي الاوردر نتاعك. زيدوا نطيحوا ريت كنا في الديلي نرجعوا للفور اور. اشني نلقاو في الفور اور؟ نلقاو في الفاليو جاب واحده اخرى ما خير اللي هي هذه. ريت ناخذوا بالديتاي تولي عندنا في الفاليو جاب هذيك خاليه هذه في الفور اور. ارجع ل1 اور وين مشات ال1 اور شنو نلاحظوا عندنا نزيدوا نصغروا رغم الاكزامبل كي وضني اما باش حبيت ان شاء الله توصل لكم به المعلومه. خذوا هيك تستغل فيها رغم اللي خايب الاكزامبل ولا دائما ان شاء الله توصل لكم معلومه. زيدوا نصغروا في الاريا باش نلقاو ذا بيست بوزيشن اللي احنا نجمو ندخلوا به. معناتها مش ترى في الفاليو جاب في الفور اور تقول سي بون باش ترجع غاديك المارشي وتقعد تستنى فيها اللي ترجع باش تكسيكوتي الاوردر نتاعك. ماذا بك ديما تصغر يو سكيل داون في التايم فريمز و يو جيت مور بريسايز اباوت يور تريد. مريقلين رابع حاجه الفير فاليو جاب تنجم تتكون من 3 خضر ولا 3 احمر ولا خضر واحمر كيما وريتكم قبيل يكونوا مع بعضهم. بس فكر انت لهنا حسب الفورماسيون نتاع الشموع اللي عندك اهم واحده ديما هي اخر شمعه في الفورماسيون معناتها 3 شمعات. مثلا انت عندك 3 خضر وواحده حمراء في الاخر بالكل معناتها لهنا باش تكونوا عندنا حاجتين. عندنا الريجكشن فير فاليو جاب تيب الاولاني والبريك اواي فير فاليو جاب. مثلا احنا في عندنا بولش فير فاليو جاب لكن بولش فير فاليو جاب هذه الفورماسيون نتاعها خضراء ومن بعد حمراء. هذه تتفاداها علاش؟ خاطرش يعطيك سينيال اللي ممكن المارشي ما يعملش رياكسيون عليها. خاطرش ممكن المارشي يرجع ويحشها طول ومعناتها يعمل تشينج اوف كاركتر وما يعبرهاش. كيف نحكيو على بيرش في الفاليو جاب عندك حمراء وخضراء تعطيك سينيال اللي المارشي ممكن ما يعملش حتى رياكسيون عليها. احنا في الفاليو جاب ولا انا في حد ذاتي معناتها في الفاليو جاب اللي نستعملها هيك تبدا باترن تاع 3 خضر و 3 احمر واللي هي اسمها البريك واي في الفاليو جاب. توريك سترينث كسوا نتاع البايرز ولا نتاع السيلرز واللي ما ثماش ريزيستنس من البايرز ولا من السيلرز في الفورماسيون نتاع معناتها الحاجه هذيك نتاع الفير فاليو جاب مريقلين وتعطيك شانس اكبر اللي المارشي يجم رياكتي عليها. حاجه اخرى الفير فاليو جاب تنجم تسميها كانترنال ريج ليكويديتي. انترنال
رينج ليكويديتي. هي بيدها الليكويديتي اللي حكيت لكم عليها المره اللي فاتت كي حكيت على الليكويديتي اللي تعطي فيول للموفمون. معناتها اللي يحطوا اللي المارشي مثلا في اب ترند يطلع هكا وهكا وهكا، الرجعه هذيك ولا ريتريسمنت هي نتاع معناتها تكون ناتجه عن فير فاليو جاب في اغلب الاحيان. البلاصه اللي فيها فير فاليو جاب يرجع لها المارشي نجموا نسميو عليها انترنال رينج ليكويديتي. المارشي يعملها كفيول. واخر قاعده، رغم انك تشوف فير فاليو جاب قدامك عمرك ما تتريدي في فير فاليو جاب كي يبدا المارشي يرينجي ولا يعمل في كونسوليديشن. اشنو هي الرينج ولا كونسوليديشن دوي نعاود نفكركم بها، اللي مارشي يعمل هكا لا هو طالع لا هو هابط. تنجم تشوف تلقى عندك فير فاليو جاب لهنا، مثلا تلقى عندك فير فاليو جاب لهنا، لكن شوف كيفاش يعمل مارشي يطلع وما يكملش ياخذ لك التي بي نتاعك مريقلين. على هذاك انا حتى كي يبدا المارشي يرينجي ولا في حال كونسوليديشن تنيز فوليوم ما نتريديش. انا بدي نبعث لهم ميساج في الكوميونتي نتاعي في التريدينغ جروب والبريفي، نقول لهم راهو توداي ماركت از رينجينغ وي كان تريد، خاطرش الحركات تاع السوق ما نجمش توقعها رجلين. بون بخلاف هذاك انا وقيت باش نمشي. العباد اللي تحب تدخل في البرايفت جروب تحب تريدي معايا تاخذ سينوز نتاعي، تنخلي لكم اللين اللوطه. الكوميونتي نتاع التليجرام كيف تنخلي لكم اللين اللوطه. لي كونت نتاعي الاخرين عملوا لي فولو وكا. يلا خليكم